كسل العين هو ضعف الإبصار في العين نتيجة لقلة أو عدم استخدام العين بالشكل الصحيح في سنوات الطفولة المبكرة. كسل العين في معظم الأحوال بيكون في عين واحدة نتيجة لاختلاف انكسار الضوء في العين دي أو أي سبب آخر بيؤدي إلى ضعف الإبصار في العين ديت في السن المبكر عن العين التانية، فبيؤدي إلى كسلها وضعف الخلايا العصبية في المخ اللي بتجيب الصورة من العين ديت. كسل العين موضوع مهم جدا لأنه لو حصل بيحرم الطفل من الرؤية السليمة حتى لما يكبر، ومنقدرش نستردها لا باستخدام نظارة طبية ولا باستخدام أي عمليات جراحية. وبكده الطفل ده بيحرم من، مش بس بيحرم من ان هو يكون بيشوف كويس، ولكن مع نسبة الكسل ودرجات الكسل البسيطة حتى بيحرم الطفل ده من رؤية الأبعاد الثلاثية والوظائف المتقدمة من العين اللي بيحتاجها كثير جدا من المهن والوظائف في المستقبل، فبتبقى عينه ورؤيته فيها وضعف الإبصار عائق أمامه تجاه أمام تحقيق طموحاته وأحلامه. فعشان كده كسل العين قضية مهمة جدا. اكتشاف الكسل المبكر ومراعاته وعلاجه بيخلي فيه نسبة نجاح في علاجه عالية جدا، وخصوصا في سنوات المهمة جدا في نمو العين وهي أول 3 سنوات. لو اكتشفنا الكسل بعد سنوات النمو الحسي ده بيكون للأسف نسبة علاجه دايما بيبقى فيه نسبة أو دايما بيبقى فيه أمل، ولكن نسبة النجاح في العلاج بتبقى أقل بكتير من النسبة لو اكتشفناه في السنوات الأولى مبكرا. وده دور دكتور عيون الأطفال اللي بيقدر يشخص بسهولة النظر في حتى السنوات المبكرة، ياخد فكرة عنه ويعرف إذا كانت العين دي كسلانة ولا لأ. علاج الكسل بيتلخص ببساطة في أولا تصحيح المسبب للكسل ده في العين، وتاني حاجة تحفيز العين الكسلانة دي على الاستخدام أكتر. تصحيح المسبب يعني مثلا لو عيب إبصار، لو حول، لو مياه بيضاء، لو أي عيب من العيوب في العين ديت بيمنع الرؤية السليمة ويمنع وصول الضوء للشبكية وإن هو يكون صورة سليمة على الشبكية، إحنا بنحاول نصلحه، وبعد كده بنمشي الطفل على تمرينات لتحفيز العين الكسلانة دي. في كذا طريقة لتحفيز العين الكسلانة، ولكن من أكتر الطرق شيوعا وتأثيرا هي تخطيط العين النشيطة حتى تحفز العين الكسلانة. الموضوع ده يمكن بيبقى يعني قاسي شوية على الأبهات وإن هو يلتزم بتمرينات يومية، ولكن للأسف هي دي أكتر حاجة مؤثرة وأكتر حاجة ممكن تريح ضمائرنا ونحس إن احنا عملنا اللي علينا تجاه أطفالنا.